يا أهلا بيكم. النهاردة هنحاول نعمل مراجعة سريعة لأهم وأبرز أخبار الميركاتو الشتوي حتى الآن. لو حابين نتكلم عن أبرز صفقات الانتقالات، فلازم نبدأ بمانشستر يونايتد لأنه أكتر نادي الحقيقة بتحوم حوله كل الشائعات. أول شائعة ارتبطت بمانشستر يونايتد أو أول تحرك وإن كان على الصحف ارتبط بمانشستر يونايتد، فهو السؤال أو الاستفسار اللي عملته إدارة مانشستر يونايتد لفينسنت أبو بكر مهاجم النصر علشان يحل محل كريستيانو رونالدو. مانشستر الحقيقة ما عندوش مهاجم صريح حاليا غير اتنين، إلينجا اللي هو السويدي و مارسيال الفرنسي، ويبحث عن بديل لكريستيانو رونالدو. فينسنت ابو بكر كان اتألق بشكل كبير جدا مع الكاميرون في كأس العالم وسجل هدف تاريخي في مرمى صربيا، ولكن اخر الكلام اتقال غير فينسنت ابو بكر ان مانشستر فعلا بيحاول حاليا انه يطرح سؤال على نجم منتخب فرنسا والهداف التاريخي لفرنسا اوليفيه جيرو، وعن مدى قدرته او رغبته في انه ينضم لمانشستر يونايتد في الفتره الجايه، على الاقل الست شهور الجايين على سبيل الاعاره لنهايه الموسم. ولكن الاخبار اللي كانت بتتكلم عن تعاقد صريح لمانشستر يونايتد مع احد اللاعبين اللي تألقوا في كاس العالم الماضيه، هو كان الرغبه في التعاقد بشكل كبير مع كولومواني مهاجم المنتخب الفرنسي مقابل 60 مليون يورو. وفعلا حصل استفسار لنادي اينتراخت فرانكفورت، ولكن لم يرد اي تفاصيل عن اي شيء حتى الان. يوسوفو موكوكو مهاجم بروسيا دورتموند، الحقيقه برشلونة أبدى اهتمام كبير جدا للتعاقد معاه، ويسعى برشلونة فعلا أنه يصفر بهذا اللاعب أو النجم الكبير الصاعد بقوة في سماء الكرة الألمانية والبالغ من العمر 17 سنة. بروسيا دورتموند كمان هيجلس في الأيام القادمة القليلة القادمة الحقيقة علشان يستفسر من جود بيلينجهام عن الأندية اللي عايز بيلينجهام ينضم ليها في الصيف القادم. البعض بيربط جود بيلينجهام بالانضمام لمانشستر سيتي، هو أقرب نادي من الممكن أن ينضم لهذا اللاعب، وإن كان ليفربول أيضا بيبدي اهتمام كبير جدا بالتعاقد معاه. حتى الآن الصفقة الأساسية الوحيدة التي تم حسمها هي صفقة اللاعب أو المهاجم ايندهوفن الهولندي جابكو لليفربول. وكان تشيلسي واضح جدا ان هو قريب جدا من التعاقد مع مدافع موناكو الفرنسي بنويت باداشيلي مقابل 35 مليون يورو. كمان في الناحية الثانية في لاعب كبير جدا قريب من اتلتيكو مدريد، وهو سيرجار سايونكو مدافع ليستر سيتي والمنتخب التركي، وهو على اعتاب فعلا الانضمام لاتلتيكو مدريد، على عكس كل التوقعات اللي كانت بتتوقع ان او بتقول ان رافائيل لياو هيترك جناح طبعا البرتغالي الشهير جدا وجناح ميلان، هيترك ناديه بحثا عن صفقه انتقال كبيره للدوري الانجليزي او للدوري الاسباني، الى انه رافائيل لياو باقي مع ميلان ويؤمن تماما بمشروع النادي اللومباردي وسيستمر مع ميلان في الفتره القادمه. نروح لكمان الحقيقه ليفربول اللي ابدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب وولفرهامبتون ماتيوس نونيز، ويعني واضح ان صفقات ليفربول بعد كودي جابكو هتمشي في صفقات المتوسطه اللي هي في حدود 20 او 30 مليون. لن يفتح ليفربول خزائنه لصفقات يدفع فيها 100 مليون جنيه استرليني او اكتر زي ما حصل مع داروين نونيز مهاجم ليفربول الحالي وبنفيكا السابق. نروح لارسنال بقى اللي لازال بيدور على اي بديل للتعاقد معاه بدل من مهاجمه المصاب جابرييل جيسوس. ارسنال قدم عرض سخي جدا للتعاقد مع مخيلو مودريك مهاجم شختر دونستيك الاوكراني، وقدم 70 مليون جنيه استرليني، ولكن العرض الاول تم رفضه من الفريق الاوكراني. اول ما اترفض العرض ده دخل تشيلسي كمان على الخط. احنا عارفين تشيلسي بيعاني هجوميا بشكل كبير جدا، رحل عنه طبعا في العامين الاخيرين او يعني الموسمين الماضيين رحل عنه
تيمو فيرنر، ورحل كمان روميلو لوكاكو، ومفيش رأس حربة حقيقي يملأ هذا الفراغ. بيعتمد على كي هافرتز في الكثير من الأحيان، ولكن طبعا تشيلسي بحاجة كبيرة جدا للتعاقد مع رأس حربة. عشان كده هنلاقي اسمه بيتردد كثير جدا في كل الكلام عن رؤوس حربة في الفترة القادمة. فاريلا لاعب بوكا جونيورز الارجنتيني، نيوكاسل ايضا بيحاول بشكل كبير انه يتعاقد معاه. نيوكاسل ابرم العديد من الصفقات الجيده جدا هذا الموسم، بيقدم موسم تاريخي بالنسبه له، موجود في المركز الثالث، وبيحاول مع مدربه ايدي هاو انه يصل الى دوري ابطال اوروبا في الموسم القادم. كانت دي اهم الصفقات او اخر الاخبار عن صفقات الميركاتو الشتوي، والى اللقاء مع اخبار اخرى ان شاء الله.